اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ومتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلكم فيديو جديد معانا وشرح جديد معانا، وبنقول لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده يا جماعه المتابعين والمشتركين معانا وكل اللي بيشوفنا لاول مره، لو كان عندك لمبه قديمه، لمبه فلوروسنت، لمبه نايلون، لو كانت عندك لمبه قديمه وبايظه اوعى ترميها. هقول لك تستغلها ازاي وتستخدمها ازاي وهتستفيد منها، بدل ما ترميها وتشتري لمبه تانية جديده تكون غاليه او سعرها غالي. لا، ممكن تستخدمها وتوفر فلوس ويبقى استخدام في مكانه وفي محله، ويكون افضل من انك تجيب اي لمبه تانية جديده. عايز اقول لكم دي علبه اللمبه القديمه، اللمبه النايلون، اللمبه الفلورسنت زي ما انتم شايفين اهو. دي القواعد اهي بتاعتها، الدويل بتاعها. اللمبه قديمه زي ما انتم شايفين، بصوا متطبقه متخبطه، كانت متركبه قبل كده. انا ممكن اعالج الكلام ده، ادهنها يبقى شكلها زي الجديده. ده الوش بتاعها الصاج زي ما انتم شايفين. لحد يقول لي ده شاريها جديد ولا حاجه، لا، ادي سلوكها، توصيلاتها، ادي الترانس، وادي الستارت. الستارت بتاع اللمبه اهو، شايفينه، وادي الدويل. دي لمبه قديمه خالص، انا هستخدمها، يعني زي ما تقولوا كده هنعيد تدوير اللمبه دي. هنحتاج ايه لاعاده تدوير اللمبه دي؟ هنحتاج العلبه بتاعه اللمبه القديمه، هنحتاج طبعا اللمبه النايلون او الفلوروسنت، ما عادش في حد بيستخدمها، عيوبها كتير، مشاكلها كتير. ماده الفلوروسنت او النايلون دي ماده سامه، ففي ناس كتير بدات تبعد عنها. دلوقتي الكل بيتوجه الى اللمبه الليد، لمبه شبه اللمبه النايلون بالظبط، لكن لمبه ليد، اضاءه افضل، تحمل اعلى، ما بتسخنش، ما بتحتاجش ترانس، استهلاك اقل كتير قوي في الكهرباء. استهلاك دي اقل من دي بكتير. نتابع مع بعض الشرح بتاعنا ازاي نقدر نعدل اللمبه دي ونلغي الحاجات الزياده دي ونشتغل باللمبه دي بدلها. نبتدي الشغل بتاعنا بقى، نفور الدنيا دي ونوصل التوصيلات الجديده اللي هنشغل بيها اللمبه دي. طبعا احنا في الغالب بنحتاج مفك، بنحتاج بنزة. هنبتدي نفك الترانس يا جماعة، الترانس دوت لازم يتفك. المسمار بتاع الترانس ده بيبقى متثبت بصامولة من تحت. بنحاول نسند الصامولة بإيدينا وبنفك المسمار. لمبات الفلوروسنت دي كانت معاناة، كل شوية الترانس يتحرق، كل شوية الستارت يبوظ، الصيانة بتاعتها كتير. لمبات الليد بقى، اللمبة الليد باظت غيرها، هي اللمبة الليد وبس، فيها كل حاجة.
بس هو أول ما أول مسمار منه يطلع خلاص خلص. الفك ده مش هينفع، عايزين مفك تاني يكون عريض بس البوز بتاعه السن بتاعه رفيع. كده الترانس اتفك، الستارت اتفك. نيجي بقى على التوصيلات. طبعا في دايرة توصيل ما نفك دول بالمرة، هنسيبهم ليه؟ ملهمش لازمة. عندنا سلوك رايحة وسلوك جاية والكلام ده كله، ده كله هيتفصل، ده كله مش هنشتغل بيه. عندنا سلك في الدويل اهو، ده يشتغل، هنشغله. احنا لغينا بقى الترانس والكلام ده كله. ده كده هنشغله كهرباء، تمام. وعندنا السلك الاصفر ده هو كمان هنشغله كهرباء، هنقصه من هنا. ادي طرف معانا يا جماعة، طرف كهرباء. وادي طرف تاني كهرباء. بنبقى مجهزين طبعا سلك، لان السلك هنا بيبقى يا دوبك على قد العلبة من جوه، يعني مش هيكون سلك طويل يطول معانا، فلازم بنجهز سلك. انا عندي مجهز سلك بفيش عشان اجرب لكم بيه، نجرب التوصيلات. وبعد كده بقى حضراتكم بتجيبوا السلك على حسب الطول اللي انتم محتاجين. هنا الفرد ده مش هيطول معايا، فنخلي السلك كده بره نجرب بيه. طبعا انا بعوز اقطع السلك ده، انا هشتغل على السلك الاصفر، هقطع السلك الازرق. توصيلاتي انا هعملها على فرد واحد بس، هو فرد واحد اللي هدي بيه كهرباء. هي اللمبة بتشتغل بموجب وبسالب.
كده وصلت التوصيلة بتاعتي. انا غلطت، وصلت على القصير، انا عايز اشتغل على الطويل. ده السلك اهو، هنقطعه كده عشان ما يوصلش بحاجة لحد ما نقطعه من الدويل من جوه. دول الطرفين بتوعي، نديهم اي حاجة كده عزل عشان ما يحصلش قفلة. اي حتة شكرتون كده عندنا بعزل بيها عشان اجرب توصيلاتي زي ما انتم شايفين. والسلك اللي هنا انا هجرب وهقطعه عشان ما يحصلش فيه قفلة ولا حاجة. انا كل انا عاوزه طرف كهرباء هنا وطرف كهرباء هنا بس، اللي انا وصلت عليهم دول. الطرف الابيض ده انا وصلت عليه وده هيتقطع ويتعزل. الطرف الاصفر ده انا وصلت عليه، والازرق ده هيتقطع ويتعزل. انا قطعته اهو وهقصه من هنا. نركب بقى اللمبه بتاعتنا ونجرب يا جماعه. كده انا ركبت اللمبه، وصلت السلكين اهو. هنعمل تيست بتاعنا بقى ونجرب. شايفين يا جماعه؟ كده اللمبه نورت معانا، الشغل بتاعنا مظبوط والتوصيله بتاعتنا كده مظبوطه. انا استغليت اللمبه بتاعتي، بدل ما انا ارميها لا انا استخدمت الصاجه بتاعت اللمبه، وصلتها على لمبه تانية علشان اشتغل بيها تاني وما ارميهاش. او بدل ما اشتري صاجه تانية بفلوس من بره، لا دي موجوده عندي وببلاش، انا ما اشتريتش حاجه. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعه، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق وتعملوا لنا لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل للجميع. كده الباقي عندنا حاجه واحده بس، ان انا هاجي دلوقتي افك اللمبه. السلك ده عادي ممكن اسيبه والزق عليه حته شكرتون من عندي كده، واسيبه هنا مش هيأثر معايا في شيء. تمام. والسلك ده كمان هقصه كده. هو كده كده ما هو شغال ومقصوص. بلزق عليه حته شكرتون عشان اضمن انه ما يوصلش كده زي ما انتم شايفين. والسلك بتاعي ده بنفكه بقى وبنوصله ونلفه شكرتون كويس، وبنعديه من هنا من الفتحه دي
الفتحة اللي قدامنا دي، وناخد الطول بتاعنا زي ما احنا عايزين، ونقفل الغطا. بعد ما نعدي السلك ده، بعد ما نعديه من هنا، نقفل الغطا بتاعنا ونركب اللمبة بتاعتنا، او بنفك الغطا، بنخرم الخرمين بتوعنا هنا، واحد هنا وواحد هنا. نثبت العلبة دي قبل ما نربط المسامير، نعدي السلك بتاعنا ونظبط توصيلاتنا ونربط المسامير، نثبت العلبة ونروح حاطين الغطا بتاعنا ونركب اللمبة. كده انا معايا لمبة جديدة شغالة زي الفل. دعمكم بقى لينا يا جماعة، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الاشعارات، اكتبوا لنا تعليق، اعملوا لنا لايك على الفيديو، شاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم.